ثم قال في الآية التالية فيغرقكم بما كفرتم. إذن هذا التسونامي وهذه الزلازل وهذه الظواهر، سواء كانت أعاصير أو مثلا أي ظاهرة أخرى، فيضان إلى آخره، كلها نوع من العذاب ونوع من الإنذار. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لذلك نحن ننظر لهذه الظواهر أنها ظواهر طبيعية، ولكن هناك من يحركها سبحانه وتعالى. يعني هذا الكون ليس كما يدعي الملحدون أنه عشوائي أو ليس له إله. لا، هذا الكون يعتمد على قوانين فيزيائية ورياضية لا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وكل شيء له